بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. بعد الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هعمل معاكم النهاردة كيكة السميد بطريقة سهلة وبسيطة، ودي يمكن أول مرة على اليوتيوب أشوفها، إن كيكة السميد بطريقة سهلة وبسيطة، ومفيش حد بيعمل كيكة بنعمل بسبوسة بالسميد. أنا بقى هعمل كيكة بالسميد بحيث إن كل أي حد يعني ياكلها يكون إيه مفيهاش سكر كتير. أي حد يكون عامل دايت مرضى السكر بتاعه ممكن ياكل منها بالسميد، وفي نفس الوقت مغذية. معايا أول حاجة دقيق متعدد الأغراض، اللهم صل على سيدنا محمد. معايا نص كيلو سميد، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، برتقانة، بودر فانيليا وملح، لبن، زيت، اللهم صل على سيدنا محمد، خل. طبعا قلت لكم برتقان. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنبتدي اعملها معاكم. يعني هفضي كل حاجه كده لان انا اللي بصور. هجهز الحاجه وافضيها قدامكم، وخليكي معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليكي معايا وصلي على النبي. هبتدي الحاجه ايه وارجع لك تاني. كده انا قطعت البرتقانه بقشرها زي ما انت شايفه كده، اللهم صل على سيدنا محمد. كسرت البيض، فضيته. هنجيب بقى معايا الخلاطه، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله، اللهم بارك يا رب تحسبنا بين ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنفضي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. هنحط البرتقانه بقشرها زي ما انتم شايفين اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا مج اللبن دهوت، هفضيه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني وهرجع لك تاني. كده اهوت، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هحط بقى بصي مج زيت اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كل حاجه كيلتي بيها يبقى هو نفس المقدار اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط معلقه خل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الفانيليا اهو اهي، ياما ورقه واحده عشان البرتقال. احط الملح، اللهم صل على سيدنا محمد اهو، شويه ملح بس يا بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السكر شفتوه ولا نسي السكر ازاي؟ خليكي معايا وصلي على النبي. بصي بقى، اللهم صل على النبي. بصي معانا مج سكر اهوت برضو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا كل حاجه على بعضها اهوت. هديها بقى ايه ضربه في الخلاط مظبوطه كده بالظبط يعني ايه، وارجع لك تاني. وخليكي معايا وصلي على النبي، وعليكي بالذكر والاستغفار. صلي على النبي. شفتي بقى الجمال انا عملتها ازاي؟ بصي ده اديته ضربه مظبوطه في الخلاط، خلت شكله ايه. بصي ما عادش فيه بقى ولا قشر برتقال ولا فيه اي حاجه، انا عاملاها بقشرها زي انت ما شفتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فحطيت كل المكونات مع بعضها وضربتها في الخلاط زي ما شفتي كده قدامك. اللهم صل على سيدنا محمد. هحط بقى المواد الجافه كلها على بعضها وهقلبها برضو، وانت معايا وخليكي معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، هحط الدقيق اللي هو الابيض العادي دهوت عدد الاغراض عشان اقلبه مع بعضه. اللهم صل على سيدنا محمد. هحط عليه السميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المواد الجافه ديت ايه احطها مع بعضها كده واقلبها. مثلا احط البيكنج باودر اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبها كده مع بعضها. بسم الله. اقلبها كده مع بعضها واحده واحده ايه الاول، وبعدين نحط عليها ايه الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط اللي انت شفتيه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى ايه واحده واحده كده معانا ايه. بسم الله. بسم الله. الريحه بقى بالبرتقانه ايه رائعه مع الفانيليا، عاملاها رائعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخليط معاك هيديك القوام اللي انت عايزاه واكتر. لقيتها زياده ممكن تزود لها كوبايه دي، نص كوبايه على قد ما ايه
تشتغل معاك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. فضينا الخليط كله. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بس بقى أحلى من البسبوسة اللي بتنعمل وبنحط عليها كيلو سكر والحاجات دي كلها، لما بتعمليه بالطريقة ديت بتبقى جميلة والله وصحية ومفيدة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب اغفر لوالدي والمؤمنين بالإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بص، هي الخليط بتاعها مش محتاجة تزوديها ولا دقيق ولا تزودها حاجة يعني، ولا مواد سايلة ولا مواد جافة، هي 100 100 كده. اللهم صل على النبي. خلاص أكملها بقى وأرجع لك تاني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده الحمد لله دمجتها كلها ببعضها، فاضل بس نبطنه معانا الصينية ديت. ما شاء الله اهيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط لها نقطتين زيت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونرشوها شوية سميد عشان متبقاش اللهم صل على النبي. بسم الله. نبطناها بشوية سميد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفضيها وارجع لك يا حبيبة قلبي. كده انا خلصتها الحمد لله، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى اهي. بسم الله. عشان نصلي على سيدنا محمد. خلصتها كده وهدخلها بقى الفرن وانت معايا، وخليكي معايا وصلي على النبي وعليكي بالذكر والاستغفار. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البوتاجاز بسم الله. الريحة بقى والجمال وما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة فل الفل الفل. وبقى وبصي وخفيفة على المعدة وحاجة جربوها واعملوها. كيكة السميد شوفيها بقى وهتدعي لي، واللي يعملها منكم يكتب لي في الكومنتات انا عملتها او هعملها، وبرضه يكتب لي النتيجة هقطعها واوريها لك، وخليكي معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكي بالذكر والاستغفار والطاعة ولا اله الا الله. شايفين بقى؟ بصي يا سلام على الجمال. بصي والسمك بتاعها رائع. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بصي ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شعارنا في القناة هنا وفي حياتنا وفي دنيتنا وفي كل حاجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يوصل معايا شوف عرها. بصي جميل جميل جميل. بصي اللي يوصل معايا لحد دلوقتي ما شاف الكيكة يكتب لي في الكومنتات شعارنا في القناة عشان أعرف إن هو شاهد الفيديو. شعارنا في القناة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رائعة مع كوباية شاي بقى. رائعة رائعة رائعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. جميلة جدا. اللهم صل على النبي. بسم الله. حاجة تحفة 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 وفاصل من الآخر يعني ما شاء الله. لو عملت السميد بسبوسة النص كيلو السميد بياخد قده نص كيلو سكر، فانت هتاكليه ازاي وانت عامله دايت او انت
اللهم صل على سيدنا محمد. او انت مثلا عندك مريض السكر، انما دي بصي وعامله حجم عائلي كمان، عاملاها كبيره جميله صحيه وخفيفه على المعده. ولا اله الا الله عليك بالذكر والاستغفار والطاعه. هو ده الدنيا زي لما يبقى الا وجه الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى على النبي.